السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع ماتش جورماهيا كيني والزمالك، واللي انتهى بفوز جورماهيا كيني 4-2 مع الأسف، مع أول ماتش للزمالك في الكونفدرالية في دوري المجموعات. بنخسر بره الأرض 4-2، ودي مشكلة بتواجهنا بقالنا فترة ان احنا بنخسر بره أرضنا. الموضوع مش حلو، بس ان شاء الله نتدارك الأخطاء اللي حصلت في الماتش ده الفترة الجاية. الزمالك بدأ التشكيل بجنش، قدامه 4: عبد الله جمعة، محمود علاء، الونش، النجاز، قدامهم 2 ساسي وطارق حامد، قدامهم سلاسل هجومي أوباما الأناني، على يمينه إبراهيم حسن، وعلى شماله كهربا اللي بيفكر في عقده، قدامهم خالد بوطيب. يعني انت بتلعب ب4-2-3-1، دفاعك لازم يكون مظبوط عشان هجومك لازم يكون مظبوط. لما يدخل فيك 4 أهداف فانت لازم تكون عارف ان انت فريقك كله فيه حاجة غلط، وبالخصوص الدفاع. المشكلة الأساسية في ماتش الزمالك كانت الدفاع، ما كانش أي حاجة تانية، سواء بقى كان الونش، سواء كان محمود علاء، سواء النجاز السيء جدا دفاعيا، سواء بقى عبد الله جمعة بسبب عدم تمركزه، بسبب ان هو ما خدش باله من كذا عرضية اتعملت من عنده كتيرة جدا وما خدش باله منها، او من طارق حامد او من ساسي اللي اصلا ما كانش بيغطي ورا اي حد من الاظهرة خالص في الدفاع، سواء بقى من برضو النص الهجومي اللي هو كهربا، اوباما، ابراهيم حسن، او خالد بوطيب. طبعا الدفاع متأثر، الهجوم متأثر، فالماتش كله طلع بالشكل ده وطلع بهزيمة 4-2. طيب انت دفاعك وحش، يبقى تعمل ايه؟ ابسط حاجة طلع ساسي ونزل محمود عبد العزيز. ده كان اسهل تغيير كان ممكن يتعمل، لان انت دفاعك سيء جدا، دفاع سيء جدا، سواء الاظهرة سواء قلبين الدفاع. خلاص نزل حد مع طارق حامد يحاول يسد الثغرات اللي كانت مفتوحة على البحري في دفاع الزمالك. اما بالنسبه للناحيه الهجوميه اللي هم الثلاثي الهجومي، انا بحب التشكيل ده جدا اصلا بسبب الثلاثي الهجومي. فلما يكون الثلاثي الهجومي اللي هو اوباما وكهربا وابراهيم حسن وحشين في الماتش، فالتشكيل كده ملوش لازمه. يعني كده لا بنتكلم في خطه ولا بنتكلم في تشكيل ولا بنتكلم في اي حاجه. احنا دلوقتي بنتكلم في استهتار، بنتكلم في لياقه واقعه، بنتكلم في ان اللعيبه مش قادره تجري في الملعب، بنتكلم في يعني اخطاء كتيره جدا حصلت في الماتش. هو ماتش عدى وخلاص خلص، وكويس ان هو جه في اول المجموعه، كويس ان هو جه في اول البطوله، هيعدي وان شاء الله هنصعد اول. بس لازم تراجع حساباتك، لازم تراجع اخطائك. استهتار اوباما، استهتار كهربا، ابراهيم حسن الى حد ما كان كويس جدا في الماتش ده، استهتار بقيه اللعيبه، عدم تمركز، مفيش تركيز، مفيش لياقه، اخطاء كتيره لازم نتداركها. هو عموما الماتش مش محتاج تفاصيل كتير او مش محتاج تحليل كتير، هو ماتش للنسيان خلاص، ما بقاش فيه حاجه تتقال. كل اللعيبه كانت وحشه، حتى المدرب كان وحش، كانت تغييراته وحشه، التشكيل وحش، كل حاجه فعلا كانت وحشه. طبعا انا مش عايزه اتكلم في حته ان الانتشار كان وحش، ما كانش فيه تمركز، ما كانش فيه تركيز، اللياقه كانت صفر تقريبا، التغييرات كانت تقريبا كلها غلط، ما كانش فيه حاجه بتسند لا في الدفاع ولا في الهجوم. لعيبة أنانية، لعيبة مركزة في حاجات تانية برا الملعب. أتمنى إن احنا نتدارك الأخطاء دي بسرعة، نتدارك الأخطاء دي قبل ما نكمل في المجموعة. أتمنى برضو إن اللعيبة تراجع حساباتها تاني، إن أنت في الملعب بتلعب باسم الزمالك، ما بتلعبش باسمك، أنت بتلعب في فريق اسمه نادي الزمالك. يا ريت تركزوا في النقطة دي. اللي يحرق الدم فعلا إن أنت تتفرج على الماتش فتلاقي لعيبة مستهترة. انت اتغلبت، انا ممكن ابقى الى حد ما زعلانه، بس في فريق قدم كوره حلوه، قدم مستوى حلو، بس الظروف ما ساعدتوش ان هو يكسب. ده ممكن ما ازعلش عليه او هزعل عليه، بس بنسبه قليله، مش بحرق الدم بقى زي الماتش اللي فات لما لعيبه بتستهتر، لعيبه مش قادره تجري في الملعب، لعيبه ما بتأديش اللي عليها. هو ده اللي يحرق الدم، الاستهتار هو اللي يحرق الدم، مش انك بتخسر، لا، انك تكون مستهتر في الملعب هو اللي يحرق الدم. كلمة للناس اللي هي عمالة تهاجم في جروس وعمالة تهاجم في اللعيبة واللعيبة وحشة. وشفت بالصدفة كده إقالة جروس، يعني كان هاشتاج غريب كده، إقالة جروس. انتوا مجانين ولا ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ مفيش الكلام ده. يعني انت المفروض تدعم الفريق، تدعم اللعيبة، تدعم جروس، تدعم أمير مرتضى منصور اللي فعلا قافل على اللعيبة، واللي طلع بتصريحات منتهى العقل، منتهى العقل، منتهى العقل فعلا في تصريحاته، عارف هو بيقول ايه. اكتر حاجة عجبتني قوي ان هو كان بيتكلم، احنا مش بنحاسب اللعيبة دي او مش بنحاسب الجهاز الفني بالماتش، احنا بنحاسبه بالموسم، في نهاية الموسم نتحاسب، دلوقتي لا. فشابوه لامير مرتضى منصور ان هو فعلا قافل على الفرقة كويس جدا. بالنسبة للاعلام المحترم بتاعنا فاحنا مش هنتكلم فيه كتير، اديكوا شفتوا مع اول سقوط للزمالك في افريقيا ايه اللي حصل.
جروس تقريبا لعب مع الزمالك 33 ماتش، خسرنا تقريبا 4 ماتشات، فمعدل كويس جدا جدا جدا. وحتى لو جينا عملنا احصائيه ال4 ماتشات دول هنلاقي فيهم ماتش الاتحاد بس تقريبا، ده الماتش الوحيد اللي كان مؤثر لاننا خسرنا في البطوله العربيه، او خرجنا يعني من البطوله العربيه، فبطوله احنا خسرناها كنا مشاركين فيها وخسرناها بس. لكن حته ان احنا بنهاجم يعني جروس وبنهاجم اللعيبه، نهدى شويه يا جماعه. لسه الدوري، لسه الدوري طويل، لسه في كاس، لسه الكونفدراليه طويله، ده اول ماتش في البطوله، فلازم نهدى شويه. لازم اللعيبه تعرف ان هم بيلعبوا باسم الزمالك، ولازم يقدروا قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. كلمة أخيرة بقى قبل ما أنهي الفيديو، طبعا الكلمة دي مخصصة تحديدا لضحايا أنيس البدري. الظاهر انتوا نسيتوا آخر 5 ماتشات بره أرضكم في إفريقيا عملتوا إيه. أنا مش هقول لكم الماتشات دي كانت إيه وانتوا عملتوا إيه، بس انتوا أكيد عارفين آخرهم كان مين. اضرب يا بدري. الهدف الثالث، الهدف الثالث. خلص خلص